الله الرحمن الرحيم. العدل غاب يا محكمة، العدل غاب والظلم طرق كل باب، والناس خلاص بقي الديابة لها 1000 سن و1000 ناب، والحب مات في القلوب بين الصحاب، والواد سعيد كره حسين والبنت سعاد كرهت رباب. العدل غاب والظلم خلاص بلغ النصاب، العدل غاب والظلم خلاص بلغ النصاب، ولا حد خاف من يوم اسمه يوم الحساب، ولا يوم يمر على الصراط ويقرأ بنفس الكتاب. الأيام خلاص اتدولت والسعر زاد أصبح حباب، اللحمة بتزورك في حلم وللفراق سال اللعاب، اللحمة بتزورك في حلم وللفراق سال اللعاب، والحزن أصبح في المآتم وفي الفراح، حتى يوم كتب الكتاب، والخوف عم المخلوقات الإنس والجن معا حتى الدواب، والخوف عم المخلوقات الإنس والجن معا حتى الدواب. الديك خاف على الفراق ونادى على الفرخة رباب، قال قولي للفراخ هيا اخرجي، الثعلب المكار غاب، هيا اجمعوا صفوفكم هيا اجهزوا بكل مخلب كل ناب، قد يأتي يوما قد نعاني من الثعالب والدياب، ومن الفراخ صهاينا لا يرجى لا دين يرجى ولا لباب، ومن الفراخ صهاينا لا دين يرجى ولا لباب. ألم تروا فلسطين من القهر عانت والعذاب، ألم تروا غزة وما فيها من دمار وخراب، ألم تروا أطلالها صرخت عليها البوم وكذاك الغراب، طعامهم ورق الشجر وكباب تأكله الكلاب، وشرابهم ماء المجاري إنه بئس الشراب. أما الغرب لا حيلة لهم سوى الشدب والندم وسباب، أما العرب لا حيلة لهم سوى الشدب والندب والسباب، ومحاكم الدنيا لها في الظلم دوما 1000 باب. أيا فراخي اثبتوا على الحق ولا تقول الحق غاب، لا تتركوا أعشاكم للمعتدي مهما لقيتم من صعاب، هيا اثبتوا على عشكم فالموت أفضل من هروب ومن ذهاب. دي حكاية العدل غاب يا محكمة. معروف يا إخواننا المحاكم في كل الدنيا، كل أنواع المحاكم على الإطلاق. العدل الوحيد العدل المطلق هو عدل ربنا، عدل السماء، عدل السماء. وإن رأى الإنسان بعقله الغير كامل ظلم فهو عدل، ولكن الإنسان مش عارف إن ده عدل ولا ده ظلم. في حاجات مواقف كده يبقى الإنسان بيقول لربنا ليه ما مثلا هو ده عدل يا ربنا؟ لا هو عدل بس أنت مش عارف. فهو العدل. ولكن كل المحاكم لو في عدل، طب فلسطين لها 80-90 سنة داخله على قرن اهي من ايام بلفور ولا اسمه ايه، وفيش كلام فاضي. فين في محكمه حكمت ليهم بعدل او بظلم؟ حتى مفيش. فكل المحاكم يا اخواننا في الدنيا الا المحكمه الربانيه. حتى المحاكم عندنا المحاكم العرفيه اللي هي المحاكم المصاطب او محاكم الاهليه اللي بيسموها، لا طبعا بتحكم لمن هو اكثر قوه واعز نفرا، لمن هو أكثر مالا وأعز نفر. ما بيحكموش لحد ضعيف أو حد غلبان أو لا، طبعا بيحكموا للطرف القوي. المحاكم العرفية ومحاكم المصاطب وكل المحاكم اللي في الدنيا لا تحكم إلا لمن هو قوي. فالمحاكم قوة وليس عدل مطلق. ولا احنا مش في عهد عمر بن عبد العزيز ولا عهد عمر بن الخطاب ولا عهد رسول الله لما قال والله لو إن والذي نفس محمد بيده لو إن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها. لا مش في كده كل ده. إن هذه المحاكم كلها بتحكم لمن هو أقوى، لمن هو أكثر مالا وأعز نفرا. ولكن تقول لي في محكمة لا ده في عدل مش عارف هيدوا لا، فقير ضعيف وقوي بيتحكم لصالح الضعيف. معروف والله يا إخوان. وهي حتى طبيعة الدنيا. هو الأرنب بيأكل الأسد في الغابة؟ حد شاف أرنب كالأسد في الغابة؟ لا طبعا. الأسد هو اللي بيأكل الأرنب، وهو بيأكل من هو أقل منه قوة. ولا يقول لي مثلا جاموسة كانت أسد، ما ينفعش. الأسد هو اللي أكل الجاموسة رغم حجمها، لكن ده قوي. فالعدل قوة وليس حكم، العدل قوة وليس حكم. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.